انت انا كنت راجل وتقول العنف ضد الطفل، انت كنت بتتحرش بي وكنت تدمر اسرتي وكنت بتجرح بناتي كانوا يشوفوا المسكينات، كانوا يشوفوا كل ده بيحصل. هذا عنف ايضا ضد الاطفال. انت مارست العنف على المراه في كل مجال لها، في الاسره، في الزواج، كأم، كمثقفه، كمناضله، كأي شيء. كأي إنسان محترم ويحترم نفسه وبيحب الإنسانية وعايز يغير مجتمعه لما هو أحسن. والآن تيجي لهذا البرنامج هي الحدث وتقول حرام نمارس. هؤلاء الشبان هم ضحايا مجتمع، ضحايا تربية، ضحايا سياسة للدولة فاشلة في التربية. ما فيش فشل، هذا الفشل كله يرثوه الكل يرثه منك انت اللي لازم تدخل مستشفى الامراض العقليه والنفسيه. انت المريض اللي صرت بتدمر المجتمع كله، وبعدين تيجي وتقول للاسلاميين انهم هم عايزين يخلوا المجتمع متخلف. لو كنت انت المثقف العلماني الليبرالي العقلاني هو من يعرقل حركه تقدم المجتمع في الكواليس وبممارساته الدنيئه واللا انسانيه والوحشيه، ازاي هذا المجتمع يتقدم؟ ازاي مشاكله تنحل؟ ازاي يا اخي؟ ازاي؟ لعنه الله عليك وعلى كل من يستضيفك في برنامجه لتواصل اكاذيبك على الجميع. لعنه الله عليك على كل امراه صمتت عن عنفك.